واخيرا راجعه للجزائر، وهالمره مش كان زياره واحده، باش يكونوا برشا ناس، فانا متحمسه. حاليا في المطار، ناخذ طياره ونبدا نحكي لكم على كل التفاصيل. في طريقنا الاوتيل حبيت نوريكم شكون كان معايا في اول رحله. ما زلتوا باش تقابلوا برشا ناس. هلو رغول، هلو ميرو توينز ولا مش توينز؟ هلو روان ريان، هلو. فانا حاليا السفره هذه بديتها مع عائله فهمي. تعيطوا لي بكي فهمي. اول مره هم في الجزائر. فمش عارفه علاش حاسه بالمسؤوليه اني باش نوريهم البلاد مثل بلاد. انا مش لازم نوريكم مثل هبيكم، نعلمكم الثقافه. يا شوفوا احنا الدنيا. المهم انا احكي ما حكيت، خليني نوصل الاوتيل ونفسر لهم شنو راح يصير مده 3 ايام. 3 ايام. 3 ايام. ليتس جو. وكيف ما وعدتكم العام اللي فات رجعت للجزائر. هلو عسلامة. العام اللي فات جيت للجزائر أول مرة. جيت من الحدود الشرق من تونس، يعني من البر، تعدين على عنابة، قسنطينة، بجاية، للألجي، للعاصمة. وعدتكم أني نرجع ونمشي للغرب. أما قبل ما تصير الحاجة هذه، أول مرة تصير في الجزائر مسابقة Digital Creators Award، اللي هي مسابقة لصناع المحتوى الجزائريين. ولهالأيام هذه باش يعلنوا الفايزين. فقرروا أنهم يجيبوا ناس كضيوف صناع محتوى من العالم العربي، وأنا منهم. خليني ما نكثرش من الكلام. حاليا كما شفتوا عملت ميك اب خفيف. الايفنت الرئيسي اللي جايينه ماهوش اليوم، مازال غدوه. اما اليوم كما حكيت لكم باش نتعرف على الضيوف اللي انا ما نعرفهمش. قررت نعمل لوك خفيف، ميك اب عادي. اما استناو لوك غدوه. اخترت نلبس حاجه تقليديه جزائريه. من غير ما نحرق لكم، خليني نكمل نحضر روحي. انا ديما اهم حاجه عندي في اللوك حواجبي، لازم يكونوا بيرفكت. حتى كيف يكون لوك بسيط نثبتوا الحواجب ونمشي نتعرفوا على شكون الناس اللي بيكونوا موجودين هنا. ونعديو ايامات في الجي. ليتس جو. هذا هو لك اليوم. عملنا حواجبنا بلاش and I'm good to go. اوكي مشيت جبت الحاجه اللي باش نلبسها غدوه. متحمسه نشوفها. اما كيفاش ماك تجي للجزائر وما تشوفش. الناس كلها فتحت. يا مرحبا، واش رايك كيف الجزائر؟ مرحبا بك في بلادي. ميرسي. عباكم بالقيسه يتهضر معايا درجه. لازم قالت لي نروحوا لباب الواد ناكلوا اسماعيل قرنطيطه. لازم ها حاجه دي موثقه في تاريخي. ودوك تشوفوا واش راح تلبس غدوه صافي تخمه. انا مازلت ما شفتش. ايش جا نفقدوا باش نفقدوا الاوتفيت ونعاودوا نهبطوا الايفنت. يا عسلامة. اهلا بيكي مرحبا. لك الله يبارك، ما شاء الله عليك. شرفتينا في الجزائر. انا اللي ما شفتهمش في دبي. ثاني مرة. دبي باش نتلاقاو كامل. بيزي لايف. عجبتك الاجواء؟ ايش رايك؟ روعة. حبيت. اكثر شيء مبسوطة منه انه ماي اوتفيت لابق للمكان. صح، برافو. 10 على 10 الاوتفيت. الثنائي ورا كل شيء. الثنائي اللي احمد توينز هير. شحوالكم؟ هاي بلوج. سافا not stress at all. جملة. انتم اللي قاعدين تنظموا؟ Exactly, we're the project managers. How's everything? شو حاسين؟ ستريس كوا. انا راني اللي حابه ناكل كراتيكا. يس بليز ليتس جو اليوم. المهم هذا كان النهار الاول بشكل عام. كل قاعد يتعرف على بعضه. خلينا نتعدلوا اليوم اللي بعده اللي هو نهار الايفنت. صباح النور. اليوم الثاني، واليوم اهم يوم بالنسبه للايفنت. اليوم هو اصلا الايفنت الرئيسي اللي باش يجوا فيه الناس اللي يشاركوا في المسابقات اللي باش يربحوا. واليوم باش نبدا بتجهيزات، باش تجي ميك اب ارتست وباش تعمل لي لوك جزائري. اليوم انا الجيريان، انا 100% جزائريه. اوكي. قررت نلبس كراكوت. استنى اوريكم. 3 2 1 ترى. أكثر لبسة جزائرية نحبها أكيد بعد الجبة القبيلية، هذه حاجة معروفة. الكراكول موت عليه. فكلمت فرح ياسمين اللي هي أكثر جزائرية نعرفها زادة تحب الكراكول. قلت لها هذا لازم نلبسه في الإيفنت. وفوالا
نستنى في الميك اب ارتست، مش نعملوا لوك خفيف، نعملوا تجهيزات، وحابة نلبس خيط الروح أما مش لقيته. ادعوا لي نلقى خيط الروح. وأم سو هابي إنه قاعدة نشارك مع الناس في الثقافة الجزائرية في لبسهم التقليدي وفرحانة اللي زاد البارح رغم اللي ما صورتش برشا أما تعرفت على برشا كونتنت كريتورز من الجزائر. واليوم أهم نهار فليتس ستارت. أول حاجة بديت بها اليوم بما إنه لبستنا مزيانة ومذخمة قلت لازم على الأقل ضوافري. تعرفوني مش ديما نقد ضوافري أما نقد كانش تبدا فما حاجة سبيسيال. فاليوم باش نعملوا ضوافر أما ما اخترتش الديزاين. عسلامة. عسلامة. شنو أحوالك؟ لاباس. لا مش من أحوالك. وش راكي؟ فوالا سافا تري بيان الحمد لله. توا جاوبتني بصحيح. باش نخليها هي تختار على ذوقها كيف باش تعمل ديزاين ان شاء الله يعجبك كل شيء ونشوفوا. هكا شفتي اللبسة باهية في المستوى. تهبل كراكو تهبل. كملت ضوافري شوفوا النتيجة. وتوا باش نكمل نمشي للميك اب ارتست نعمل شعري ونعمل لك. اما قبل ما يصير هذا الكل حبيت نحكي لكم شنو في مخي. قاعدة نفكر كيفاش العام اللي فات كيف نحكي لاصحابي ماشيه للجزائر قولوا ليش ماشيه تعمل ما هو لاباس يعني حاجه غريبه. ومشيت وحدي يعني مع اصحابي اللي كان واحد من تونس واحد من ليبيا. مشينا على الحدود ونكتشفوا وحدنا وضايعين. اما كانت من احلى التجارب. اما سنة كيفاش رجعت as a guest ضيفة وانتوري بكل هالناس اللي معايا اللي لاهين بيا ويدلوا فيا. والله حاسة روحي بخنساس فهكا لحظة امتنان فحبيت نشكرهم كلهم. وفخورة زادة للناس اللي معايا يعني رغود وعائلتها من الأردن كيفاش قاعدين يشوفوا في حسن ضيافة ويشوفوا في زين البلاد والحاجات اللي ديما نحب نصورهم ونوريهم للناس. I'm so happy إنه قاعدة تتصور وقاعدة الحاجة دي توصل لملايين الناس. ما عرفش جاني الإحساس هذا وحبيت نحكيها على الكاميرا. خليني نكمل يومي نمشيو للميك اب نمشيو للشعر والزينة الكل ونشوفوا اللوك النهائي. وقبل ما نخرج حتى وانا ماشيه الميك اب ارتست لازم نهز معايا البراو سيت متاعي. شوفوا هزيت لها هذا اللي هو يكون كانه جل عرفتوا كريمي باودر خاطر هذا نحسه بروفيشنال بما انه هي ميك اب ارتست فالنتيجه تطلع به واو. والمعروف جدا جدا الواكس المفضل عندي. هذا وين نمشي ما نستغناش عليهم. ليتس جو. ربي متحمسه اشوفوا اللوك النهائي. ترى هذا هو لوك الميك اب النهائي. واخيرا تحقق حلمي انه باش نلبس خيط الروح مع الكراكول يا جماعه. ها ورايا الاوتفيت مستنيني. الايفنت قاعده نعس على الناس من الشباك بداو يوصلوا. شوفوا كيفاش نلبس ترانزيشنز والفازات. ترى توا نمشيو الايفنت. اوكي بارت التسليم وفات سلمنا على برشا ناس محليهم. توا جينا نروحوا شويه لهنا نشربوا شويه ماء ونمشيو وين باش يبدا اعلان على الرابحين وكل شيء. اما محليكم اللي سلمت عليكم الكل نعاود نقابلكم. المهم خلينا نشوفوا اجواء الايفنت. كيف سهل وفراقي ما قدرت عنه. واو بالحق واو. بالرغم اللي طاقتي الاجتماعية محدودة أما عمري ما فرحت إني سلمت على كمية هالناس وتصورت معاهم. أول حاجة زادة فرحانة إنه عجبكم اللوك خليني نصعب اللي صار ونتعدى اليوم اللي بعده. هلو بالعائلة كلها وينكم هاي. اليوم خليني نحكي لكم الجدول. اليوم أنا التور جايد متاعكم باش نمشيو أنا
هاي صباح النور. وين ماشيين اليوم؟ نروح على القصبة. اوه واو. نمشيو اول شيء الحديقه اسمها جاردان دي سي، يعني حديقه التجارب. كل حدا قال لي يروح عليها. ايوه هذه صوروا فيها طرزان، تخيلوا مسلسل طرزان نصور فيها فيلم قبل. قاعدين نمشيو ونبردوا بالثلج. ايش رايك؟ احكي لي ميرا. المكان حلو بس حر. حر؟ ها تفضلي الثلج يا بنتي تفضلي، جايه في الصيف ايش تحبي؟ وشوفوا هذا احلى ممر عندي من اللي شفته العام اللي فات، قلت لكم واو شو محلي. Let me do a good one. No, like with the slow mo. وصلنا للقصبة، جينا المطعم هذا اسمه دار البركة، أما تشوفوا من داخل محلاه. قبل ما نسكروا الفيديو حبينا نعملوا سيربريز. الشهر هذا عيد ميلاد رغد. ايش يسمعوا فينا؟ شنو باش يصير؟ Anniversaire for the beautiful رغد. يا جماعة باش نطلعوا نشوفوا الفيو على الطابق الثامن اللي يطل على الجيريا كامل. اوكي؟ Let's go. Super excited. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Rahud. Happy birthday to you. اسمعوا تخيلوا انا نقول لهم عملوا لها بيرثداي خاطرها مسافره وما نعرف شنو عملوا لي بيرثداي معاها. على اساس انا نعرف نخبي عليك جايبين لي كيكه واخترت الكيكه شوكليت. Thank you guys, thank you so much. You're welcome. ما نحبش عيد ميلادات. Thank you guys. بما انه هم كلهم العائله كامله اول مره في الجزائر وعشتوا الثلاث ايام، نحب كل واحد يعطيني كلمه. صراحة أحلى تجربة وبعيدها، يعني حاجة مرة تانية إن شاء الله. اصلا لازم أعيدها. بحبها والله صراحة، اتجنن. لازم اجي المرة الجاية لما يكون حر، فاهمين؟ حيكون احلى بكثير. فيرنا فولكم اهلا وسهلا فيك. بحبكم بزاف. بزاف نبغيكم بزاف وبعيدها. شكرا أهل الجزائر. صراحة أحلى بلد وأكثر بلد انبسطت يعني باستقبالهم، ما شاء الله. البلد بتجنن والناس بتجنن، أروع من هيك ولا في. واخر ختامها مسك مع ميرا، حابه تقولي شيء؟ It was nice. اوكي